بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير؟ أهلا بكم في قناتكم. معكم الدكتور مجدي عبد الستار. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهاز مهم جدا في نجاح عملية التلقيح في الأبقار والجاموس. ده جهاز اسمه جهاز السيدر. طبعا الجهاز ده موجود من زمان طبعا، بس في ناس كتير من اهالينا الفلاحين ما يعرفوش الجهاز ديت، ويمكن عمرهم ما شافوه. طبعا جهاز السيدر ده عبارة عن يعني جهاز محمل بمادة هرمونية بيتحط داخل الرحم، يعني عبارة عن أداة بلاستيك بيتم إدخاله داخل المهبل عن طريق جهاز أبليكيتور، وبيبقى فيه هرمون البروجسترون. طبعا الموضوع ده لازم الناس كلها تاخد فكرة عنه، لأن طبعا بيستخدم في عملية تحديد الشبك أو توحيد الشبك، بمعنى صح انك انت تكون عايز تلقح اكبر عدد ممكن من حيوانات المزرعة في وقت واحد، فلازم تعمل حاجة اسمها تنظيم الشبك. طبعا تنظيم الشبك ده اما بجهاز السيدر واما بالطريق الهرموني المعروف قبل كده. يعني عايزين نعرف يعني ايه جهاز السيدر. قلنا ان هو اداة بلاستيكية يتم ادخالها في المهبل للبقرة او الجاموسة، وبيكون فيها هرمون اسمه البروجسترون هرمون. الهدف من الجهاز ان احنا بنعمل تنظيم الشبك، يعني التحكم في الدورة التناسلية سواء كان للابقار او الجاموس، وينفع لكل الاعمار وينفع للبقرة كمان، عشان تقدر تحدد وقت التلقيح يعني بدقة، ونزود يعني نسبة العشار او فرص العشار. الفايدة بتاعته ايه؟ طبعا ليه فوائد كتير، ان هو بيساعد في تنظيم الشبك، خصوصا في الحالات اللي هي مفيش اعراض عليها واضحة. ممكن تلاقي الحيوان اديله 6 شهور 8 شهور وما دخلش في دورة، فلازم تتدخل بسرعة عشان خاطر ما تضيعش الوقت وتضيع السنة كلها من غير انتاج. يستخدم طبعا في الجاموس البقرة او اللي لسه والده وما دخلتش في دوره. بيساعد في برامج التلقيح الاصطناعي، وبيخلي طبعا كل القطيع ديت تظهر عليه علامات الشبك في وقت يكون متقارب، عشان تاخد ولادات في وقت معين، لان في ناس بتعدل للحيوانات بتاعتها ان هي تلد في شهر معين. فده احلى حاجه، ان هو بيعمل تنظيم للشبك في وقت متقارب. بيقلل طبعا من عدد الايام المفتوحه بدون عشار. الفترة اللي هي من الولادة لحد بداية أول دورة صرفان أو شياع، دي اسمها الفترة المفتوحة. فده بيقلل عدد الأيام المفتوحة، أو بيقلل الفترة المفتوحة بين الولادة والتانية. بيقلل طبعا الخسائر ويزود الانتاجيه. بنركبه ازاي؟ طبعا ده عن طريق طبيب لازم يكون متدرب، او طبيب يكون ماهر في استخدامه. بيتركب عن طريق اداه طبعا اللي هي الابليكيتور، زي المسدس كده. بيتحط الجهاز داخل الابليكيتور ويدخله داخل المهبل، ويروح طالع بالجهاز ويسيب خيط كده طويل بحيث نبقى نسحبه منه بعد 7 أيام بإذن الله. طبعا تحت إشراف طب كامل. بنحط الجهاز ده في المهبل ونسيبه حوالي 7 أيام تقريبا، وبعد كده بنسحبه وندي حقنة استروميت اللي هي البروستاجلاندين F2 ألفا، علشان يتم تفريغ الجسم الأصفر. وبعدها ب 24 ساعة ل 48 ساعة هتلاقي البقرة أو الجاموسة ظهرت عليها علامات الشياع أو الشبك. والوقت ده طبعا تبدأ إنك أنت تلقح بعد 12 ل 18 ساعة من بداية ظهور العلامات. طبعا في ملاحظات مهمة جدا لاستخدام جهاز السيدر. لازم تكون الحيوان ده مفيش التهابات رحمية، لازم يكون نظيف، الرحم يكون نظيف. مش مثلا الاقي حاجة فيها التهاب واروح اعملها، الجهاز ده هيزود الالتهاب اكتر طبعا، لان جسم غريب بيتحط في المهبل، فلو في التهابات بيزود الموضوع اكتر. لازم يكون طبعا لابس جوانتي، ويستخدم فوزلين اثناء عملية الادخال.
يعني ما نسيبوش اكتر من المدة المحددة اللي هي 7 ايام، لان انت لو سبته اكتر من 7 ايام ممكن يعمل لك التهابات في المكان بتاعه. وزي ما قلنا لازم يكون تحت اشراف بيطري كامل. امتى استخدم جهاز السيزر؟ طبعا لو عندك جاموسة مش بتيجي في دورة خالص، او بقرة والدة ومفيش عليها علامات سرطان لفترة كبيرة عدت 60 يوم، او في برامج التلقيح الجماعي للقطيع، ده ممتاز جدا جهاز السيزر. لو عايز طبعا تعمل عشار لاكبر عدد في وقت معين اللي انا قلت عليها، اللي هي التعديل بتاع الحيوانات، ان انت تعدل الحيوانات كلها تولد في وقت واحد مثلا، بحيث انك انت تلحق موسم بيع معين. فدي حاجات بتبقى الناس درسها وعارفاها كويسة. الخلاصة طبعا جهاز السيدر ده أداة ممتازة طبعا في إيد المربي الذكي. بيزود فرص العشار ويظبط لك التلقيح ويقلل الخسائر. لازم تستخدم صح، لازم تستخدم الجهاز ده صح ويكون تحت إشراف طب بيطري كامل. عايزين طبعا ننوه ان هو سعره مش رخيص، سعره غالي شوية، يعني بيعدي 500 جنيه او 550 جنيه جهاز السيزر، غير ان هو بياخد حقنة هرمون تاني معاه تقريبا ب 200 جنيه، يعني بيخش في 750 جنيه تقريبا لو انت حبيت تركبه. طبعا هو مكلف جدا، لكن حاجة موجودة وممتازة، كان لازم ان انا انوه عليها. جهاز السيدر ميزته ان هو فعلا بعد ما تسحب الجهاز بعد 7 يوم الحيوان بيدخل في دورة فعلا. بعد 48 ساعة بيريحك بقى من حقن السرطان، واديت حقن سرطان يا دكتور والبقرة ما صرفتش. لا، ده ان شاء الله جهاز كويس جدا، وجربوه وان شاء الله هيعجبكم يعني. طبعا لو عجبك الشرح عايزين بقى نشارك الفيديوهات ديت ونعمل لايك. عايزين نزود الاشتراكات بتاع القناة، وعايزين نفعل الجرس عشان توصل لأي حد عنده مزرعة وبيربي وممكن يستفيد معلومة تفيده في الفترات اللي جاية. طبعا البرنامج الهرموني اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو 0 و7 و9، السيدر ده بيريحك من الحاجات دي، لان حقن الهرمونات كلها رفعت دلوقتي. فجهاز السيدر تقريبا هيبقى نفس التكلفة، لكن بيوفر معاك وقت أسرع. يا رب يكون عجبكم الشرح. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.